تقيل بقى ولا بيمثل علينا التقل؟ قوي وصامت ومش بيخاف حد، واوعى تفكر انك تضايقه، سيبه في حاله، احترمه، هتلاقيه بيشيلك فوق راسه. ايوه فعلا هو تقيل بس من جواه بسكوتايه خالص. النهارده هنتكلم عن حاجات مهمه جدا عن برج الدلو، البرج المسيطر معايا عندي في القناه. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. اوعى تعمل الاشياء دي مع برج الدلو. اول حاجه معانا، اوعى تزعق له قصاد حد، انت اللي هتزعل في الاخر، مش هيقبل وهتخسره وهتزعل وتتضايق وتشتكي من رد فعله. ليه؟ لانه ما بيقبلش، ده برج هوائي، ده برج هوا جاي الدنيا دايما علشان خاطر كرامته واحترامه هم اساس كل حاجة. فاوعى تزعق له قصاد الناس، اوعى لو كان غالي عندك، لان غلاوتك ديت هي اللي مقدار حبك ليه. فلو انت قليت سنتي واحد من الحب ده، كل سنة وحضرتك طيب، كل سنة وحضرتك طيب. وكالعاده لو كنت جديد معانا في القناه فانا بتمنى ان انت تخش تشترك في القناه وتبقى واحد من ضمن العيله بتاعتنا، وكمان تقول لي رايك في الكومنتات. احنا عملنا الفيديو دوت بناء عن ان برج الدلو هو اللي فاز في التصويت الاخير في المنتدى، فيا ريت تتابع المنتدى وكمان تقول لي انت برج ايه تحت وتطلب مني فيديو اعمله لك على طول. الحاجه اللي بعد كده اللي مش عايزك تعملها مع برج الدلو انك تتجاهله عمد. هو عارف بقى ان انت بتتجاهله، انت عايز تتجاهله فبتتجاهله، بتمشي بتديله وش مش كويس، يعدي من جنبك ما تسلمش عليه. لا 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 لا، تجاهله انت بقى وجمد قلبك بقى واتفرج هو هيعمل معاك ايه. ما تزعلش وتشتكي للناس من رد فعله، ما تجيش تقول اصل والله بصلي من فوق لتحت، ما انت اللي عملت كده. اوعى تعمل كده معاه، اوعى تعمل مع الدلو كده، اوعى تتجاهله. انت اللي هتزعل وانت اللي هتشتكي وانت اللي هتقول ده برج غريب، ده برج مش عارفه ايه. طب شوف رد فعلك معاه، شوف انت عملت ايه علشان هو يعمل معاك كده. انا بقول لك هدف القناه بتاعتنا ايه؟ ان احنا نعرف نفسنا عن طريق الابراج، اعرف نفسي، اكتشف نفسي، وده اهم شيء. يبقى اوعى تزعق له قدام الناس، واوعى كمان تتجاهله. الحاجه اللي بعد كده ودي اهم حاجه في حياته وفي حياه عيلته كلها، ان حضرتك، بتكلم عن الولد وعن البنت بسرعه عامه، انك حضرتك او حضرتك تقيديه، يعني تخنقيه او تخنقها. ايه اللبس ده؟ انت رايحه فين؟ انت جايه منين؟ لا دي بمواعيد عندي، لا لا لا، كان هو بتاع كده اصلا. ده رقم واحد. رقم اتنين، هو جاي الدنيا عشان الحرية، هو بيعشق الحرية، بيحب يطير، بيحب اصلا يتعرف على الناس، بيحب المغامرات، هو اجتماعي بطبعه. يعني ما تجيش انت بقى وتروح ايه اللي انت لابساه ده، لا بتيجي بالطريقة معاهم، لا 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 لا، لان هم اصلا شيك، هم اصلا بيحبوا يلبسوا، بيحبوا يهتموا بنفسهم. فما تجيش انت تقول لها ايه دي، ايه اللي انت لابساه ده، ايه. انت اللي هتزعل في الاخر وانت اللي هتتضايق. ليه؟ لان هتلاقي رد فعل صعب. طب ما لقيتش منه رد فعل صح، بس يا معلم علم عليك علامة في قلبه وفي عقله. اصل هو في حتة كتمان شوية. ليه؟ لانه عزة نفسه وكرامته فوق كل شيء. اوعى تتعامل كده مع برج الدلو. الحاجة اللي بعد كده ودي مهمة برضو عند برج الدلو، اوعى تبين له انك حرمته من حاجة. انت بتعمل معايا كده، طب مفيش الحاجة دي، لا لا ده مفيش الحاجة دي، انت مش حرمتني، طب مفيش انت اصلا، هينساك. بلاش الاسلوب ده مع برج الدلو. اوعى تعمل الاشياء دي مع برج الدلو. الحاجات دي بقول لك اسرار بقى، مع خبرات، مع قراءات، مع حاجات كتيره جدا 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 جدا. حاجات لو انت كنت دلو او مهتم بحد من برج الدلو، صدقني لو ركزت فيها هتكسبه جدا جدا. اوعى تحرمه من حاجه عافيه. يعني انت ما عملتش كده، طب انا مش عامل كده، هو فيها حته عند بس ملناش دعوه بالعند. انا بكلمك انك تحرمه، تقول له طب انا مش هديك دي، طب انا مش هديك دي، يعني اللي هو وريني اللي عندك. لا، وقف. انت مش عارف انت بتتعامل مع مين ولا ايه؟ انت بتتعامل مع برج عندي وعندي بمزاجه.
يعني مش شرط يبين لك، وعادي جدا، واعمل اللي انت عايزه وبراحتك جدا عادي، مش هتفرق معايا، مفيش مشاكل خالص، لان كرامتي فوق كل شيء. النقطة دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. اوعى تفضل تهتم ببرج الدلو كتير. اهتمامك الزايد ببرج الدلو بيخنقه، اهتمامك الزايد ببرج الدلو بيخنقه، واهتمامك عامة بالاشخاص بيخليهم يبعدوا. كل ما تهتم ببرج الدلو اكتر، مع ان هو بيحب الاهتمام، اهتم، بس عايزك تشوقه شويه، عايزك تبعد شويه، مش كل شويه تكلمي حبيبك اللي هو من برج فلاني، من برج الدلو، وانت برج فلاني، الو عامل ايه، اخبارك ايه. ما تخنقهوش، ما تزهقهوش، لانه لو ركب عليك برج الدلو هيعمل اللي هو عايزه، وبرضه بمزاجه. لو هو اللي اتحكم في العلاقه الدلو، انت يا باشا هتتجن من غموضه، هتزهق من غموضه، هتزهق من غموضها، هيبقى غامض بقى معاك، متعرفش هو رايح فين ولا جاي منين، هو اصلا كده كده في طبيعته ان هو غامض. فانت بقى تفضل زي النحله كده مش فاهم حاجه. وتيجي بقى لو انت من الابراج اللي هي بتحب تركب بقى الحاجات فوق بعض والاحداث فوق بعض والحركات فوق بعض، هتلبس اسود وهتندم، وبراحتك، كل واحد ينام على جنب اللي يريحه. تابعني في المنتدى، بنزل على طول استطلاعات رأي كتير جدا، وكمان بنزل فيديوهات جميلة جدا جدا جدا. لو كنت جديد معانا اشترك في القناة، ولو كنت بتتفرج لغاية دلوقتي فأنا بشكر حضرتك. اكتب لي تحت بقى عايزنا نتكلم عن انه برج في الحلقات اللي جاية، او انه موضوع حلقة النهاردة مهمة جدا، والحلقة اللي جاية عن العلاقات. استنى الفيديو الجاي، يا رب تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.